مش هتصدقي النتيجة الهايلة اللي هتطلع معاكي لما تعملي القرص انتي بايدك في البيت. هتديكي هشاشة وطراوة جميلة جدا وطريقة سهلة. وبصي القرصية دايبة ومليانة كده بالحشو، مغذية للولاد، تنفع في اللانش بوكس، تنفع للفطار. يلا بينا، صلي على النبي وتعالي اقولك تعملي ايه. هتجيبي كيلو من الدقيق، عليه نص كوباية من السمسم، وعليه باكو من البيكنج باودر، ومعلقة من الخميرة، ونص كوباية من السكر البودر، ورشة ملح. هنقلب ده كله مع بعض كويس قوي. كان عندي لبن رايب قطع، ضربته في الخلاط وبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. ده كان لبن فلاحي. بدأت ان انا احط منه شوية بشوية على الخليط بتاعي. وافتكرت ان انا نسيت احط سمنه، حطيت 3 معالق من السمنه، بس الحمد لله ما كنتش لسه كملت مقدار اللبن بتاعي. حطيت اللبن لحد لما العجين لم معايا، وعجنته كويس لحد لما بقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. جبت البوله بتاعتي، رشيت فيها رشه دقيق، ممكن تديها مسحه زيت مفيش مشكله، وحطيت فيها الخليط بتاعي، وغطيته بكيس من البلاستيك او ممكن استريتش رول زي ما تحبي، ودخلته التلاجة. انا مش عايزه الخليط يسخن معايا. دخلته التلاجة، خمر براحته في التلاجة، طلع اهوت بعد حوالي ساعه. بدأت ان انا اقطعه بقى على قد القرصيه اللي انا عايزاها. بيبقى العجين بيلزق في ايدي شويه، لكن بيطلع بسهوله، يعني عامل كده تلزيقات في ايدي، لكن بكل سهوله بيطلع من ايدي اهو. بمسكه بقى اكوره بحجم الكره اللي انا عايزاها، والمه من تحت كويس قوي، وارصه بقى كده جنب بعضه، اغطيه بكيس وانا شغاله، ما سيبش العجين بتاعي لما ينشف. جبت بقى العجوه بتاعتي، حطيت عليها معلقه كبيره من السمنه كده، رشه صغيره من الحبهان المطحون، ومعلقتين محترمين كده من القرفه الناعمه. وبدات ان انا اعجن العجوه بتاعتي كويس قوي. استخدمي نوع عجوه كويس عشان مبقاش فيها رمله وتقرقش تحت اسنانك. طبعا انت ممكن تستخدمي اي عجوه، أي حشوه ولادك بيحبوها، لكن انا ولادي بيحبوا العجوه وبيحبوا السكر بالقرفه. تعالي بقى شوفي، انا ما شاء الله كنت عامله كيلو ونص من الدقيق. اتفرجي بصي، اللهم بارك، عمل لي كميه قد ايه. ما شاء الله اللهم بارك، بتديكي كميه حلوه جدا تحطي منها في اللانش بوكس للولاد. بدات ان انا اجيب بقى العجين بتاعي كده حته بحته، وافتحها، وابدا احط فيها العجوه، واقفل عليها من كل جهه كويس قوي. انا بعملها بالشكل ده ليه؟ علشان لما الولاد يجوا ياكلوها يبقى العجوه موجوده في كل حته فيها، ما ياكلوش الحته اللي فيها عجوه ويرموا لي حته القرصه الفاضيه. وببدا ان انا ابططها بقى وافردها بالشكل اللي انت شايفاه ده. مش عايزاها سمكها تخين قوي عشان ما تطلعش القرصيه تخينه. وممكن تبططيها على الرخامه زي ما انت شفتي كده، وتحطي حته العجوه مفروده شويه، وتبداي برضو تلمي الاطراف عليها. الحركه دي بتخلي العجوه بتاعك تبقى موجوده في كل حته في القرصه، ما تبقاش فيها حتت فاضيه، عشان الولاد كلهم بيعملوا فينا الفصل ده. بس لما تبططي القرصه اقلبيها على الوش التاني الطري، وابداي حطي جواه بقى العجوه عشان لما تقفلي تتقفل معاكي كويس قوي. مجرد ما هتقلبيها وتبططيها خلاص، هي هتقفل نفسها من تحت كويس طالما لميتيها كويس قوي. وهنبدا ان احنا بقى الحتت اللي في حرف الصاج هنقطع لها القرصيه كده بالنص عشان ما نسيبش حته فاضيه في الصاج. بصي بقى العجوه بتاعتي ما شاء الله في كل حته ازاي. رصيتها وسبتها لما تخمر، ودخلتها بقى ايه فرن سخن على درجه حراره 200. الباقي بقى حشيته سكر بالقرفه. انا ولادي بيحبوا حشوه السكر بالقرفه دي جدا جدا جدا، وبياكلوها قبل العجوه كمان. بمسك القرصايه مش على الوش اللي فوق، على الجزء اللي تحت، يعني بقلب القرصايه كده، والجزء اللي تحت بفتحه بايدي، بعمله زي البقجه كده، وبحط فيه معلقه من السكر، وبقفله كويس قوي من تحت عشان ما يسربش معايا سكر في الفرن. وبعد كده ببططه برده وبرصه في الصاج. وزي ما انا قلت لك، الفرن على درجه حراره 200، شغاله من تحت، مش بشغله من فوق غير لما الاقيها من تحت اتحمرت ولسه محتاجه من فوق. وتقلبيه وهو في الفرن باستمرار، هتطلع معاكي لونها كلها حلو زي ما انت شايفه كده. ولو احتاجت الشوايه شغلي لها الشوايه. ولو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي شير ولايك، وتقولي لي محتاجه وصفات ايه تاني. وتابعيني، هعمل لك وصفات حلوه قوي عشان المدارس. اتفرجي بقى كده وقولي لي ايه رايك في القرص.